السلام عليكم، طابت أوقاتكم بكل خير. اليوم غدا نقدم لكم كيك بلا بيض ولا مشتقات الحليب بالنسبة للمرضى والنباتيين. بسم الله. أول حاجة عندنا كأسين عصير الليمون، وهنا كأس دقيق حبوب الكتان. تنحاول نخلطوهم مزيان وتنخلوهم 5 دقائق يتضاعف لنا الحجم شوية. بالنسبة لحبوب الكتان هنا عوضنا بهم البيض، عوضنا به البيض. وفي نفس الوقت مهم للجهاز الهضمي، تيخفف الإمساك، وأيضا تيخفف لنا الكوليسترول الضار في الجسم. وهنا زيت الزيتون نصف كأس أو كأس مع مرش. وهنا كأس سكر، ممكن تضيفوا أكتر ولا أقل على حسب الذوق، وأيضا ممكن تستعملوا أي سكر متوفر عندكم، سكر الكوكو ولا سكر التمر ولا سكر الزبيب، يعني العنب المجفف ولا حتى الدبس، أي دبس عندكم، ولا العسل المهم اللي متوفر. وإذا ما عندكمش ممكن تستعملوا كأس تمر مقطع مع نصف كأس ماء مغلي، تخلوه ربع ساعة وتطحنوه. هاد العملية ممكن تعملوها حتى مع الزبيب أي العنب المجفف. وهنا ملعقتين كاكاو، اللي ما متوفرش عندها ممكن تعوضوا بقشور الليمون ولا الفاني. وهنا ملعقة صغيرة بيكربونات. وسنضيف كأسين دقيق الحمص. الحمص مهم وضروري يكون ضمن الوجبات اليومية، لأنه غني بحمض الفوليك والألياف ومضادات الأكسدة، وأيضا فيه دهون صحية اللي تتخفض لنا الكوليسترول الضار وتنقص ضغط الدم في الأوعية الدموية، يعني مهم بزاف للقلب والشرايين. في قناتي محضرة بزاف الوصفات بالحمص، منها الجبن وايضا حلويات وبسكويتات وياغورت. اذا محتاجين اي فيديو ممكن تزوروا صندوق الوصف، غدا ننزل لكم كل الروابط فيه ان شاء الله. تنحاولوا نفرغوا في اي مول متوفر عندكم. انا هذا عندي قياس 20 على 20. اذا عندكم مول كبير ممكن تضاعفوا المقادير. وتنزينوا بأي حاجة متوفرة عندكم. مثلا التفاح يكون مقطع رقيق ولا التمر وشريحة يكونوا مقطعين رقاق، أو أي مكسرات. أنا هنا عملت الزبيب، يعني العنب المجفف، ورقائق الشوكولا ورقائق اللوز. تندخلوا الفران على درجة الحرارة 170 لمدة نصف ساعة. وبعد ما خرجتها من الفران خليتها حتى بردات على خاطرها وحيدت لها المول. شوفوا دابا ملي قطعتها، شوفوا كيف تجي معلكه
وبنينة يعني ما تجيش ناشفة من الداخل. حاولوا البنات تمنعوا الفرص يعني الدقيق الأبيض لأنه تهلك الصحة، وحاولوا تستعملوا البدائل. الحمد لله ربي رزقنا بالطبيعي لكل فوائد لذاتنا. المهم وصلنا لنهاية الفيديو، تنقول لكم شكرا جزيلا على المشاهدة والتفاعل ديالكم، ودمتم بخير وسلامة.